بدون عجن ولا وقفة كتير ولا كمان دقيق أبيض ولا كمان بيض. هتعملي ألذ فطاير من البطاطس تحفة جدا، مش هتحتاج مننا كمان فرن. تنفع معاكي فطار أو غدا أو عشاء، وكمان تنفع للتفريز. فيلا كده سريعا نقول بسم الله ونبدأ مع بعض. خليكم معايا. السلام عليكم، ويلا كده سريعا مع بعض. معايا هنا 4 بطاطسات كده حجمهم متوسط. هبدأ ان انا اقطعهم حتت صغيرة علشان يتسلقوا معايا بسرعة. الوصفة دي قبل كده عملناها وقلت لكم عشاء اخر الليل، اتريقتوا عليا، وهو عادي بناكلها بالليل ما بتقولش لا، ده بالليل والصبح وتفريز كمان. حطيت عليها معلقة ملح كبيرة وغطيتها تماما بالمية. هرفعها اول ما تغلي، هدي عليها النار خالص. بتاخد تقريبا ربع ساعة وبتكون اتسلقت واتهرت بالشكل ده. هنبدأ ان احنا نصفيها من المية وهي سخنة كده على طول. هتبدأي تجيبي ايد الهون، ما عندكيش اختي في الله كوبايه زي حالاتي كده، وتبداي تهرسيها كويس جدا. اهم حاجه ان احنا ننعمها. تمام زي الفل. بعد ما خلصنا بساوي شكلها واتاكد ان هي نعمت خالص. هفتح لها فتحه في النص كده تهوي، وبسيبها لحد يا بنات ما تكون دافيه معايا مش بارده تماما. بعد كده هقسمها بالنص. هاخد النص بتاع البطاطس ده هضيف عليه 2 معلقتين كبار من دقيق الحبه الكامله، وهبدا اعجن البطاطس بيه بالشكل ده. بتكون حلوه جدا، وده النص الخاص بيا. اهم حاجه العجينه تكون معانا طريه، تتشكل كده بسهوله، ما يكونش فيها اي تشققات. ممكن كميه الدقيق او النشا تقل او تزيد حسب كميه الميه اللي موجوده في البطاطس. اما النص التاني فده هعمله للاولاد. حطيت عليه 2 معلقتين كبار من النشا او دقيق الرز اللي موجود عندك، وبرده هلف بيه عجينه البطاطس بالشكل ده، وبقت عندي جاهزه. خلصتي خلاص عجينه الفطاير بتاعتك، هتجيبي بقى طبق تحطي فيه دهنه زيت بسيطه، وتدهني ايديكي برده دهنه زيت بسيطه، ونقول بسم الله ونبدا ناخد كويره الفطاير مع بعض. ببططها كده على ايديا واعمل لها تجويف في النص، وبعد كده بحشيها بالجبنه الموتزاريلا او الرومي او الشيدر او حتى لحمه مفرومه على الصاج اللي موجود عندك واللي اولادك يحبوه. بعد كده بقفلها كويس جدا واديها كده تبطيطه بايديا شكل الفطيره، وعلى طول بحطها في الطبق. وانتي بتشكلي لو لقيتي العجينه اطرافها الفطيره نفسها اطرافها كده متشققه، فهي محتاجه منك معلقه ميه كبيره تبداي تضيفيها وتلمي بيها عجينه الفطاير. سهله وسريعه وتحفه، والاولاد حقيقي بيعشقوها وهي سخنه كده نازله، والجبنه سايحه فيها حقيقي بيكون طعمها حلو قوي. واحلى ما فيها ان هي اقتصاديه وعلى قد. بعد ما خلصنا كل الكميه هنبدا ندخلها التلاجة تشمع بس كده لمده 10 دقايق. بعد كده هنبدا التسويه. ما شاء الله عملت كميه حلوه جدا. للتسويه بقى هنجيب اي طاسه موجوده عندنا الومنيوم، اي طاسه موجوده، هنحط فيها شويه من زيت القلي، وبعد كده هنبدا نحط الفطاير بتاعتنا بعد الزيت عندنا ما يسخن، ونخلي النار تحتها يا بنات تكون نار متوسطه. بعد كده بسيبها دقيقتين بالظبط، خلي ساعه جنبك كده او دقيقتين، وبعد كده ببدا اقلبها الناحيه التانية تاخد كمان دقيقتين، وخلاص كده بتكون استوت معاكي. هتقولي لي هتكون معجنه من جوه او فيها دقيق؟ ولا اي حاجه، بتكون هشه وقطنيه وطعمها حلو جدا جدا. هنا عملنا اول حاجه اللي بالنشا، بعد كده عملنا بالدقيق الحبه الكامله وطلع حلو قوي، بس هو بياخد لون زياده شويه، ودي بتكون النتيجه. فطاير تحفه جدا والاولاد ما بيختلفوش عليها. فطار عشاء غدا مش محتاجه جنبها عيش ولا اي حاجه، شويه زيتون وشكرا على كده. عملت كمان اللهم بارك كميه تانية. ببدا ان انا احط كده بين كل راق وراق كيس بلاستيك او كيس مطبخ، وبغطي الطبق بتاعي وبدخله الفريزر لو انا هستخدمه بعد فتره. اما لو انا بستخدمه يوميا فبحطه في التلاجة كده من تحت، بيقعد عندي 3 ايام زي ما هو. اتمنى تجربوه. الفيديو لو بتحبي تعملي الشيبس لاولادك في البيت، فاوعي تكوني بتحطيه لسه في ميه بتلج وتنقعيه وترجعي تاني تصفيه وتنشفيه. تعالي كده بطريقه النهارده عبقريه، هتعملي حرفيا الشيبسي في دقيقه من غير نقع، من غير اي مكونات تانية اضافيه. هيطلع هش وخفيف ومقرمش ومش شارب ولا نقطه زيت. حقيقي الطريقه دي لو جربتيها مستحيل تعملي اي طريقه تانية. فيلا كده سريعا نقول بسم الله. هنجيب اول حاجه بطاطستين كده حلوين، ونبدا ان احنا نقشرهم. بطاطس الشيبسي بترمي كميه حلوه، فبطاطستين كويسين قوي. واهم حاجه تكون البطاطس دي مخصصه للقلي. بعد ما قشرناهم هنغسلهم كويس جدا، ويلا بينا على طاسه الزيت. عندك كده زيت يكون سخن، وبقشره البطاطس تبداي ان انت تبشري او تطلعي كده شرايح بطاطس الشيبسي على الزيت على طول وهو سخن. احنا كده ما غسلناش ما نقعناش ولا نشفناها ولا جففناها ولا سيبناها تتصفى ولا اي حاجه. من المبشره بالبطاطسايه على الزيت على طول هيطلع معاكي احلى شيبسي مقرمش حلو جدا، حرفيا مش شارب ولا نقطه زيت. ولو انت بتقلقي من حته ان انت تبشري على الزيت على طول، ممكن ان انت تبشريها كده في طبق وعلى طول كده على الزيت السخن، بس ما نحطش كميه جنبنا علشان النشا بيبدا يخرج منها. يعني على قد الطاسه بس اللي انت هتعمليها. الشويه دول
جربت كده ان انا اعملهم بالسكينه رفيع شويه، بس ما ادونيش النتيجه اللي انا عايزاها. طلعت مقرمشه كل حاجه، بس مش زي لما تكون من المقشره على الزيت على طول. دول عملتهم كده بالمقشره في طبق، وبدات ان انا احطهم في الصينيه زي ما قلت لك. لو انت مقلقه الزيت يلسعك ولا حاجه، ابداي ابشري على قد الطاسه بس كده جنبك في طبق، وبعد كده ابداي ان انت سويهم. مجرد ما بنحطهم حرفيا الطريقه دي ما بتاخدش وقت حتى في التحمير خالص. اول ما بيبدا ان هو يتقرمش كده، ببدا اقلبه كده تقلبتين بالشوكه، وبعد كده ببدا ان انا اطلعه واحط الكميه اللي بعد كده. وطالما بقى هنوفر وهنعمل كمان الشيبس في البيت، فبالتالي عجنت جنبه كمان كوبايتين من الدقيق، حطيتهم كده في الكبه. وهنا حبيت ان انا اوضح ان ده السلاح البلاستيك مش السلاح الستيل، عشان الناس تقول لي ازاي انت عملتي في الكبه عيش. لا، ده سلاح مخصص العجن، بيكون لونه بيكون بلاستيك، مش الستيل اللي احنا بنفرم بيه البصل. خليت بقى العجينه تتخمر، بعد كده قطعتها كويرات صغيره وعلى شكل كمان فينو. بدات ان انا اسويها على الطاسه كده، يعني فطار غدا عشاء حاجه كده سريعه، مش هتاخد وقت معاكي خالص. بس اعملي العيش قبل الشيبسي علشان يكون نازل كده سخن وطعمه حلو. خلصنا بقى، اللهم بارك، لونها طعمها قرمشتها حرفيا مش شاربه ولا نقطه زيت. انا ما طلعتهاش في مصفى ولا حتى على مناديل، لان هي خلاص مجرد ما بتطلع بتبقى تحفه جدا. حطيت لها كده شويه من بهارات البطاطس، هسيب لكم المقادير بتاعه بهارات البطاطس في اخر الفيديو. اتمنى حقيقي تجربوها. هاتي العيش بقى وابدأي احشي كده، وادعي لي دعوه حلوه وانتي بتاكلي. الفيديو خلص، اتمنى يكون عجبكم. مع السلامه. بما ان الزيت بقى غالي، فتعالوا كده نحمر كمية البطاطس اللي انتوا شايفينها دي حرفيا بمعلقتين فقط من الزيت. هتطلع معاكي لونها حلو جدا، ذهبية وكمان مقرمشة، وطبعا مش هتكون شاربة ولا حاجة، لان كل اللي احنا هنحطه في كيلو ربع من البطاطس هما معلقتين زيت فقط. فيلا كده سريعا نقول بسم الله ونبدأ مع بعض. خليكم معايا. السلام عليكم، ويلا كده سريعا مع بعض. عندي هنا تقريبا كيلو وربع من البطاطس. هنبدأ ان احنا نقشرهم بالقشرة العادية بتاعتنا، وممكن كمان لو القشرة بتاعتهم فاتحة ان انت بأي سبونشة او اي ليفة كده تغسليها تحت الحنفية وما تحتاجيش خالص تقشريها. بس طبعا عشان التصوير وعلشان محدش يتكلم بنبدأ ان احنا نقشر. هنعمل ايه؟ ما باليد حيل. المهم هتقشريها كويس جدا كده بسكينة او بمقشرة البطاطس، وبعد كده هنبدأ ان احنا نغسلها بعد ما تتقشر على طول، علشان مش هينفع اغسلها بعد التقطيع. لو البطاطسية كبيرة ممكن ان انتي تقطعيها في النص، وبعد كده تقطعيها شرايح وتقطعيها بعد كده الصوابع اللي انتي تحبيها. اما انا هنا جبت البطاطسية، شلت الجزء اللي فوق وكمان الجزء اللي تحت، بعد كده بدأت ان انا اقطعها شرايح، وبعد كده عملتها صوابع، علشان في الشكل ده بيديني في الاخر شكل البطاطس كله متساوي، وكمان التسوية بتكون واحدة. وكده خلاص ده المقاس اللي احنا عايزينه او الحجم او السمك اللي احنا عايزينه. يلا بينا نشوف الخطوة اللي بعد كده. على النار كده هنحط حلة فيها مية، مجرد ما تبدأ تغلي معانا هنزل كده بمعلقة كبيرة من الخل، كمان معلقة كبيرة من الملح، وهسيبها تغلي مرة تانية. بعد كده هبدأ ان انا انزل بكمية البطاطس بتاعتي. زي ما قلت لكم هي كيلو ربع، فلو انت هتعملي كمية اكبر يبقى يفضل ان احنا نكبر الحلة، علشان مش عايزين البطاطس تدخل جوه الحلة تتخانق مع نفسها. لا، احنا عايزين المية كده تكون مغطياها، وفي مسافة اهي فاضية زي ما انتوا شايفين، عقلتين صباع كده مثلا فوق البطاطس مية فاضيين. تمام، اديتها كده تقليبه وهسيبها بالظبط على النار 5 دقايق مش اكتر من كده. اول ما بدات ان هي تبدا تغلي كده معايا، بدات ان انا على طول اطلعها. النار تحت الحله بتكون عاليه، ما هياش واطيه ولا كمان متوسطه. هنطلع بقى البطاطس بتاعتنا على مصفى فقط، لا هنحط في ميه ولا في تلج ولا حتى تحت الحنفيه. ودي خطوه مهمه جدا علشان البطاطس في الاخر تكون بنفس قرمشتها وكمان طراوتها من جوه. خرجنا البطاطس، يلا نشوف الخطوه اللي بعد كده. سبتها كده دقيقتين بالظبط تتصفى تماما معايا. بعد كده هبدا اجيب صاج الفرن او صاج الخبز بتاعنا، ونبدا ان احنا نحط فيه اول حاجه كده معلقه كبيره من الزيت، ونبدا كده بايدينا ان احنا ندهن الصاج بتاعنا كويس جدا، علشان البطاطس بعد كده ما لقاهاش لزقت فيه. تمام زي الفل. بعد كده حطيت البطاطس وفرغيها كده عن بعضها، ما تخليهاش متكومه فوق بعضها. وحطينا كمان معلقه زيت كبيره بدون اي اضافات، لا ملح ولا توابل ولا اي حاجه، علشان ما تبداش البطاطس
البطاطس تتحروق وتاخد لون قبل اصلا ما تستوي. بعد كده كنت مسخنه الفرن بتاعتي على اعلى درجه حراره، دخلت الصاج ده رف اوسط وهديت الحراره للوسط او لدرجه حراره 180. الفرن فقط شغاله من تحت. بعد ما عدى عليها بالظبط دلوقتي 20 دقيقه، سبتها كمان 10 دقايق، واخر دقيقتين شغلت الشوايه علشان تتشمع معايا من فوق. كده خلاص بتكون خرجت معانا من الفرن، بتكون باللون والقرمشه والصوت اللي انتوا سامعينه ده. حرفيا بيكون لونها حلوه جدا، مقرمشه قوي، ومن جوه طعمها بيكون زي الزبده. اتمنى حقيقي تجربوها. رشلها بقى شويه كده بهارات بطاطس وكلي وافتكريني بدعوة. كل اللي شكروني عن تطبيق ازاي تراقبي ابنك اذا كان من تليفونه، وتتحكمي في اي موقع هو بيتفرج عليه مش كويس تقفليه من خلال تليفونك انتي، وكمان ازاي تراقبيه وهو رايح الدروس، رايح من اني مكان وجاي من اني مكان. هسيب لك لينك التطبيق ده في اول تعليق. وكده خلاص الفيديو يكون خلص. اتمنى يكون عجبكم. مع السلامه.